يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده الفيديو بيتكلم عن نفسه. النهارده بقى هعمل لكم المكرونه البشاميل، وازاي نقدر نحافظ على المطه ديت اللي فيها، والبشاميل اللي ما ينشفش مننا خالص حتى لو بات لتاني يوم. يعني لو انت عملتيه وسبتيه في التلاجة وسخنتيه تاني يوم هيبقى بنفس الطريقه دي. تعالوا يلا نبتدي. عندنا هنا مكرونه تكوني كاس، ما تكونش سايبه، عشان السايبه بتخلي المكرونه معانا تشقق وتبقى مش حلوه. وبعد كده جبت هنا اللحمه المفرومه، عندنا تكون جايباها من جزار، تكون انت واثقه منه، وحاجتي يعني تكون نظيفه، تكون 80% لحمه و20% دهون. وبعد كده جبت طاسه كده كبيره شويه عشان خاطر تساوي معايا اللحمه، نزلت بمعلقتين سمنه بلدي، حتى انا كنت عامله اكسر في السمنه عشان تفك معايا. وبعد كده نزلت بمعلقه ليا، اللي هي ديت بتحط اللحمه طعم حلو قوي، وفي الطاجن بتخليه في حته تانية خالص. وبعد كده نزلت الاول باللحمه المفرومه عشان تاخد صدمه معايا، والمسام بتاعتها تقفل، ما تنزلش العصاره بتاعتها، وبعد كده الاقيها ناشفه معايا في قلب الطاجن. تنزلي باللحمه الاول لحد ما تفرفط كده وتاخد منك لون، تاخد لون كده كلها واحد. بعد كده اقوم منزله بالبصلايه. البصلايه بقى انا مقطعها هنا كده مكعبات، هدمجها كده الاول كده مع اللحمه خالص لحد ما ايه ما تروح مع اللحمه وتدبل شويه، تفضل مستمرة كده في التقليب معاها. وبعد كده اقوم نازله بمعلقه ملح، ومعلقه بهار لحمه، وفلفل اسمر، ورشه حبهان ناعم، ومعلقه ورق لوري ناعمه، وشويه كبابه صيني. وبعد كده انزل بالفلفل الالوان والحامي. كنت المفروض لو عندك معلقه صلصه حطي، ما فيش خلاص حطي، استكفيت بالطماطميه اللي انا حطيتها مكعبات برضو. لو انت مش حابه تحطي الحامي خلاص. وهنا خلاص كانت اتسبكت كانت اللحمه معايا خلاص اتعصجت، وطلعت خلاص المكرونه. بعد كده جبت بقى ايه الحله تاني برضو عشان اعمل فيها البشاميل، نزلت بمعلقتين كبار، 3 4 معالق كده سمنه كده حلوين، ويا ريت لو بلدي، ما كانش خلاص او زبده برضو. وبعد كده قد السمنه انت نزلتيها تنزلي بيها بدقيق برضو. المهم مش عايزه الدقيق يكون كتير وما يبقاش باين كده مع السمنه، لا انا عايزه كله يبقى متساوي مع بعضه. وبعد كده ننزل باللبن بتاعنا، تفضلي بقى تقلبي فيه كتير عشان خاطر ما يكتلش منك. وانزل بشوربه ماجي وملح، وانزل هنا فلفل اسمر، لو عندك فلفل ابيض يبقى يستحسن عشان ما يغمقش معاكي البشاميل. هنا بقى كان المفروض انزل بالكريمه لباني، بس انا ما عنديش كريمه لباني، بس لقيت عندي قشطه بلدي فنزلت بمعلقتين، معلقتين كبار كده حلوين كده، عشان يبقى الطعم البشاميل كده غني وطعمه حلو. وقرب ما تطفي على البشاميل تنزلي بمعلقتين كده كبار جبنه موتزاريلا. وجبت هنا الطواجن بتاعتي، حطيت بقى في تحت كده في الاول مكرونه، وانزل بمعلقتين بشاميل في الاول. وبعد كده هنزل باللحمه المفرومه. طبعا بقى اللحمه المفرومه الدهنه بقى مع قصدي اللي هي مع السمنه البلدي مدين طعم للحمه خرافه، جميل جدا، والريحه تحفه. مم. طبعا المكرونه دي اتعملت معايا 3 طواجن وصينيه، اشبع الطاجن بقى كده لحمه. وبعد كده انزل تاني اهوت بالنص التاني بالبشاميل، قصدي بالمكرونه، وبعد كده على البشاميل اهو. بص البشاميل ناعم ومش مكتل خالص ولا في اي حاجه. كده اوديه كده على الفرن، وقرب ما يستوي احط عليه دلوقتي كده شويه موتزاريلا وادخله تاني الفرن ياخد بقى الوش. هو ده بقى اللي بيخلي المطه معانا بتاعه المكرونه محافظين عليها ما تكونش نشفت، لان لو احنا حطيناها من الاول خالص فوق الوش الموتزاريلا معانا هتنشف ومش هيبقى فيها مطه ولا اي حاجه خالص. هو بقى ده السر اللي بيبقى مخلي ايه المكرونه محافظه على القوام بتاعها والمطه بتاعتها، اللي احنا نطلعه تاني في وسط التسويه، بعد كده ندخله تاني الفرن. وده اهوت اللي انا زي ما قلت لكم، دي المطه بقى بتاعه الجبنه الموتزاريلا، بتفضل محافظين عليها بسبب الموتزاريلا اللي احنا حطيناها في الاخر. ويا رب اليوم يكون عجبكم والفيديو يكون استفدتوا بيه، واشوف وشكم على خير. باي باي.